هل يتنقل الإنسان في الجنة؟ نعم. ومن الذين يتنقلون في الجنة الشهداء، فإن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما جاء في الحديث الصحيح. وجاء أيضا في حديث حسن الإسناد أن حامل القرآن الكريم يعطى كرامته من الله رب العالمين، فيلبسه الله تاج الكرامة، ثم يطلب له الزيادة فيزداد في ذلك أن يقرأ يرتقي بكل آية حسنة، وقيل بكل آية درجة، وقيل إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن الكريم. يقال له اقرأ وارقى، وفي رواية اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم. وذلك أيضا لأن حامل القرآن على نور من ربه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. فهو قد شرح صدره بهذا النور، فإن قلبه في صدره، وإن القلب مرآة الرب، وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وثبات القلب إذا دخله القرآن وعمل به صاحبه فإنه يثبته الله تبارك وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكذلك يؤتى هذا اللي هو حامل القرآن نورا على الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. نور الوحي المبين الذي حمله المؤمن في صدره أو المؤمنة في صدرها. نعم.